قبل أيام قليلة وجد الدكتورة بان زياد طارق ميتة، وهي اختصاص في الأمراض النفسية والعقلية في محافظة البصرة. وجدوا عليها آثار تعذيب، والأمر الذي دعا الجميع لرفض فكرة انتحارها، وخاصة أنها صانعة محتوى طبي جميل. بالإضافة إلى ذلك براءة وجهها تستبعد فكرة الانتحار، بل هي محبة للحياة. تعاطف معها أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضوا فكرة انتحارها. أنا أبوها كنت مسافر ما يعني أنا كنت مسافر، وهي كانت يعني مرحبا جميعا، بس الضغوط العمل يعني هي كان عندها ديسك ظهرها، آلام شديدة، فتاخذ عليه علاجات، إضافة إلى الفقر الدم اللي موجود عندها، فتاخذ علاجات عادية يعني. زين، فتصير هاي يعني كعلاجات كهاي، وهي دكتورة تعرف هذا. زين، فيصير عليها ضغط نفسي، يصير كنا بشر يعني. وماكو انه جاي يكتبون بالسوشيال ميديا انه متعائم فيها او او يعني، هاي كلها عارية عن الصحة. واخوها انسان بصير، هي ربته ويحبها بجم يعني. هذا مع الاسف يعني، مع الاسف انه جاي هيك يصير. مو بس ام وبنتها، احنا صديقات، فهي كانت تشكيلي من ظروف العمل. اكو امور هوايه تصير بالعمل ممكن ان تاثر على الانسان، خصوصا اذا كان حساس. وصلت الى مرحله تقول لي ماما انا ما حد يحبني. هذا مو فد شيء ياثر على النفس. قلت لها ماما انا احبك، احنا نحبك، واكو ناس تحبك وكثير ناس تحبك. زين، بعدين الحكي المتفرق اللي تسمعه وما تبين تأثير هي، لكن هي من تشكيلي، هي نفسيتها تعبت من هذا الشيء. وصلت إلى مرحلة قالت ماما أنا ما أريد أبقى بالعراق، تعبت. هذا مو دليل؟ قلت طيب. لها ماما واضح، ما يخالف. نعم. وأنتي إنسانة ناجحة، وأنتي إنسانة مؤمنة، وأنتي إنسانة جيدة، والناس ترى تحبك. تفضل. ابني بريء، واللي يحكي على ابني هذا الكلام ويحكي على بنتي معناته جاي يمس بنتي. ضغوطات عمل ماما، دوائرنا متعبة ترى، دائرة الصحة متعبة، مو بس دائرة الصحة، كل الدوائر متعبة. بس اكو انسان يتحمل، اكو انسان ما يتحمل. انا مدرسة تربوية، صارت هواية ضغوطات عمل علي، اوصل الى حالات اكتئاب. وافهم هذا الشيء لان انا احب الطب النفسي، ترى انا من اول اقرا نفسي. اكيد بنتي واعرفها، بسبب الضغوطات النفسيه بنتي صار بها هذا الشيء، ووصلت لهاي المرحله. زين، ومع الاسف رواد مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا فكرة انتحارها رفض قاطع، واتهموا أخوها إنه هو اللي قاتله، بعد ما قالوا إنه أخوها احتمال إنه يتعاطى. ومنشوراتها عن انستغرام أبد ما توضح إنه هو إنسان عاقل أو إنسان طبيعي. دائما منشوراته ورسمه شيء كلش مؤذي. تم إطلاعكم على تفاصيل التحقيق؟ الآن هناك تحقيق من قبل الجهات الرسمية، هل وصلت إليكم أي تسريبات، أي معلومات بشأن التحقيق؟ لا. شلون يعني تسريبات أو معلومات؟ يعني شنو تقصد؟ هل هناك دلائل، هل هناك مؤشرات تجعلكم ترجحون فرضية غير التي طرحت رسميا؟ هناك من يشكك بموضوع استهداف الدكتورة. والله مسألة استهداف الدكتورة هذه، التشكيك هذا ما له صحة، لأنه لو كانوا يريدون يستهدفون الدكتورة هي سيارتها تسوق بالشارع، صح؟ نعم. تروح وتجي للمستشفى، ممكن يصير الاستهداف بالشارع. بس البيت أمان، بيتنا أمان، وأولادي واحد يحب الثاني،
وتربيتهم صحيحة، وهذا الشيء أنا المتأكدة منه. واضح. زين. فإحنا هنا ماما إحنا نحكي شغلة بس أنا أريد أذكرها كوالدة. أقول الإنسان من يموت إحنا لازم نذكر الشيء الحقيقة أولا، وثانيا ما نشهر بالميت ونستخدمه أكيد. كأداة فعلا. أنا أنشهر بيها. هذا عيب، وعندنا إحنا كإسلام حرام فعلا التشهير بالميت، صح فعلا. لو لا؟ فأكو، أنا ما أقول لك الكل، أكو ناس الكثير اللي مدحوا بيها وبأخلاقها. نعم. الكثير اللي مدحوا بيها وبأخلاقها. نعم سيدة جنان غازية الهلالي. أكو بعض الجهات نعم تفضل. شكرا سيدة ممكن جنان. أكمل؟ باختصار. ممكن أكمل؟ نعم باختصار. لكن أكو بعض الجهات حاولت تشكك بهذا الشيء، وحاولت تدخل أمور أخرى وهي ما إلها صحة، علما أنه التقارير كانت من صالح بتي. نعم. والشيء اللي حكيناه إحنا هو اللي أثبتت التقارير صحيحة. واضح. شكرا. فالمسألة أنه نحب أنه الإعلام ما يعظم هاي الأمور. أكيد. ويستغل وفاة إنسان بأنه يعمل هالات حول نفسه للبعض. زين. فلازم يتوقفون عن هذا الشيء. بنتي تعرضت لضغط نفسي وهي فاهمة كطبيبة نفسية ما تقدر تحكي هذا الشيء. شكرا سيدة جنان غازية الهلالي والدة الطبيبة بحيث نعم. هذه كانت النتيجة، ونتمنى أن تكشف الحقيقة الواضحة لكم وللرأي العام. شكرا سيدة جنان.